بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن مصر رايحة فين في ظل هذا النظام الذي لا يمتلك أدنى درجات العقل، لأن العقل هو أساس كل شيء. فلا يقولن تافه وثافه أن هذا النظام يمتلك دين، فلا دين لمن لا عقل له. إزاي الكلام ده؟ هنقول إن جبريل عليه السلام نزل إلى آدم عليه السلام وخيره بين ثلاثة أشياء: العقل والدين والحياة، فاختار آدم العقل، فأمر الدين والحياة بأن يصعدا، فرفض وأبى وقال نحن لا نفارق العقل. فالعقل هو أساس كل شيء، وهو الجاذب لكل شيء، للدين وللحياة. وما نزع العقل من شيء إلا شانه، وما وضع في شيء إلا ذانه. لهذا فإن هذا النظام لا فائدة ترجى منه نهائيا، لأنه لا يمتلك العقل. البعض سيتحدث عن ما هو البديل. ما هو البديل في ظل معارضة ضعيفة هزيلة لا تمتلك إلا أقل قليل مما لا يسد رمق هذا الشعب؟ وأنا معهم بنسبة 100% أن هذه المعارضة لا تمتلك أكثر مما يمتلك هذا النظام إلا أقل القليل، وإن كانت تمتلك بعضا من العقل، ولكنها لا تمتلك الحل السحري لتغيير جذري في معاناة هذا الشعب. فهنقول إيه هو الحل بالنسبة لمصر؟ أولا، الحل بالنسبة لمصر إنها رقم واحد لازم نعمل على تحسين حالتها الاقتصادية. مصر دخلها حوالي من 55 ل 60 مليار دولار سنويا، في تعداد شعب حوالي 95 مليون نسمة. لو جينا نفكر بس في التعليم والصحة، عشان نعمل تعليم وصحة صح، محتاجين إن احنا نصرف على كل فرد حوالي 1000 دولار سنويا، يعني محتاجين حوالي 95 مليار دولار بس عشان نعمل تعليم وصحة صح، ناهيك عن باقي البنود الذي يحتاج إليها هذا الشعب. يبقى من المستحيل إن احنا نعيش عيشة كريمة في ظل هذا الدخل الاقتصادي. طب ازاي نقدر نطور هذا الدخل الاقتصادي؟ نقدر نطور هذا الدخل الاقتصادي إذا تحدث البعض عن بعض الأفكار الهزلية، أمثال ما يتحدث عنه زويل وآخرون من أننا ننافس في البرمجيات هذه الصناعة الدقيقة. فهذا أمر من ضروب الخيال، لأننا لا نذكر نهائيا في هذا المجال إذا ما قارنا بدولة مثلا مثل الهند. الهند بتصدر بحوالي تقريبا 120 مليار دولار في السنة، أو 160 مليار، لا أذكر تماما الرقم. احنا بنصدر مش عارف ب100 مليون ولا ايه. يعني كلام هزلي اننا نفكر اننا ننافس في هذا المجال. لابد ان نخلق لنا مجالا جديدا لا يستطيع احد ان ينافسنا فيه. ما هو هذا المجال الجديد الذي لا يستطيع احد ان ينافسنا فيه ونستطيع من خلاله ان نتحكم في شيء يريده العالم بأسره؟ هو اختراع جديد نستطيع من خلاله أن ننتج الطاقة الكهربائية والحركية بدون أي مواد بترولية أو أي تفاعلات نووية أو رياح أو شمس. هذا هو الاختراع الجديد الذي تحدثنا عنه كثيرا،
ربما استمع البعض عنه قبل اليوم، وربما لم يستمع البعض عنه إلا الآن، وهو عبارة عن نظام جديد لإنتاج الطاقة. الميزة في هذا النظام أنه يستطيع إنتاج طاقة أضعاف المتاح حاليا في العالم، تكلفة الإنتاج بالنسبة له تعتبر صفر. البعض هيقول يعني إيه تكلفة الإنتاج صفر؟ يعني أنت هتستلم المولد بتاعك أو المحرك بتاعك، بتاع السيارة، بتاع الطيارة، بتاع الباخرة، بتاع أي مركبة أي مكان تحتاج إلى حركة، بتاخده بتركبه، تركب هذا المحرك في هذه المركبة، لا تقوم بتزويده بأي نوع من أنواع الوقود. حتى عملية تغيير الزيوت قد استعضنا عنها وتلاشيناها في هذا الاختراع الجديد، لأنه لا يحدث داخله عملية احتراق، فبالتالي لا يتم احتراق هذه الزيوت التي تستعمل، ونستعمل زيوت ثقيلة من أجل تسيير الحركة فقط لا غير، فلا يتم احتراقها ولا تآكلها، ولذلك لا نحتاج إلى تغيير هذه الزيوت. هنيجي على النقطة المهمة، وهي نقطة الإنتاج بالنسبة لهذا الجهاز أو هذا المحرك أو هذا المولد، لأن البعض ممكن برضه يفكر إن إنتاج هذا المحرك أو هذا المولد ربما يكون عالي الثمن بدرجة عالية جدا، لدرجة أن الناس لن تستطيع أن تشتريه. لا، المفاجأة إن تكلفة إنتاج هذا المحرك أو المولد الجديد أقل من تكلفة المحرك والمولد الحالي الموجود حاليا. هذه ميزة. الميزة الأخرى أنه يحافظ على نقاء هذه الأرض ونقاء البيئة، لأنه لا ينتج عنه أي أنواع من أنواع التلوث نهائيا. نسبة تلويثه للبيئة صفر. ربما هذا جاء هبة من الله ومنحة من الله لكي نستطيع أن نعيد إلى هذه الأرض بكارتها ونحافظ على الباقية منها دون التمادي في عمليات التلوث التي تدمر العالم بأسره الآن، وتسببت في وجود كوارث طبيعية كثيرة، بالإضافة إلى الأمراض التي حدثت في الآونة الأخيرة أو انتشرت في الآونة الأخيرة بسبب الخلل الذي حدث في الأرض، بسبب التآكل في طبقة الأوزون ونفاذ بعض الأشعة الضارة من الناتجة من الشمس إلى الأرض، والتي تسببت في هذا الخلل. وكل ما أستطيع أن أقوله للشعب المصري: أنتم شعب حضارة عظيمة، أنتم شعب الفراعنة، وإن كنتم لا تنتسبون مباشرة إليهم، فيكفي أنكم أجدادكم كانوا معهم، عاشوا معهم، بنوا معهم هذه الحضارة العظيمة، وإن كانوا هم المفكرون، فإن السواعد التي بنت تلك الحضارة هي سواعد أجدادكم، وهذا يكفيكم فخرا وشرفا. فلا يجب أبدا أن تكونوا عالة على هذا العالم ونعيش على التسول كما تفعل أو كما يفعل هذا النظام الحالي الذي يفتقد إلى كل العقل. فقد تدينت مصر في هذه الأشهر العشر الماضية التي حكمنا فيها هذا النظام بحوالي 20 مليار دولار، زادت على الديون المصرية، هذه بالنسبة للديون الخارجية، بالإضافة إلى سحب جزء كبير جدا من الاحتياطي، حيث أن الاحتياطي اليوم تدنى حتى وصل إلى تقريبا 13 مليار دولار من 36 مليار دولار، هذا ما تركه النظام السابق. هؤلاء لا عهد لهم ولا دين لهم ولا أمل فيهم، ومن يتأمل فيهم خيرا أو شرا
فهو واهم، فهؤلاء لن تجدوا منهم خيرا ولا شرا، فهؤلاء مثل الماء لا طعم ولا لون ولا فائدة ترجى منهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.